بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة، اليوم كذلك حول أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس حول أخلاق معين، حول تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. كذلك هذا صفة من صفات الإنسان، كيف يتعامل مع أقرب الناس إليه. سنتكلم حول هذا إن شاء الله. براد عزيز إيرو تسامي بحث أخلاق پیغمبر بكن صلى الله عليه وسلم، فقط إيرو نبحث أخلاقك يعني ميرانياوي مردياوي، إيرو بحث أخلاق پیغمبر داينو سندناوي ديگل جنيوي. لما كان بين جنيوي يعني ببراني جني پیغمبر حبكي نبو زيده بون أخلاقي وي ديگل جنيوي نابا مالاوي دا تشاوبه من بحثه يمكن إن شاء الله. طبعا أخلاقه مع أزواجه أو مع زوجته وأزواجه، زوجته الأولى خديجة وأزواجه وبعد ذلك. هذا لا تنسوا شيئا، متى يظهر قيمة الإنسان في المعاملة؟ الذي يعاشره كثيرا، مثلا الرجل والمرأة معاشرة بينهما يومي في البيت صباحا، يعني 24 ساعة كما نقول، أو حينما يخرج أحدهما إلى العمل، وإلا كل يوم هم مع بعض. فأخلاق الإنسان وقيمته وحسن معاملته متى يظهر؟ الذي أنت تعامله يوميا. فإذا أنت حافظت على أخلاقك وكرمك وهدوئك فأنت حينئذ رجل محترم. ولكن أحيانا نحن نلتقي برجل سنة واحدة نتحمل أذاه وسوء أدبه، لا يقال هذا من حسن الأخلاق. الذي أنت تراه يوميا وربما تصبر عليه، فإذا أنت رأيته يوميا وصبرت عليه فأنت حينئذ رجل محترم ورجل كامل الأخلاق. ولكن الذي نراه مرة وبعد ذلك سنتين نراه مرة، فلا يتراكم في قلبنا سوء تصرفات، لذلك نكون صابرين أكثر. ولكن الذي نراه يوميا ونتحمل ونرى منه أخلاق يعني ربما يحتاج إلى صبر، فحينئذ أنت تصبر مع ذلك فأنت رجل كامل، فأنت رجل محترم جدا. فالرسول هكذا حسن أخلاقه مع زوجته سنرى كيف كان، وهذا يدل على كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم. برايد عزيز نقطة دقوي خدا بقرن أخلاق إنسان، ظلامتيا إنسان بكردية أمد بيجن يا جامير، جاميريا إنسان، صبر إنسان كنجي ديار به، أو شخص كتو هروي ديني ودقالوي هواي تبرا بردوام دي بأخلاقك باك بكردية بيجن رولكن ريتت كان يعني دقالوي هواي. چما بی کلمه هانی هم بيجن لو را انسان کی که تصاله جارکی بدینی، تصاله جارکی دید، جارک تویدید چی تشکی نباس چی بیجه تشبیر وقت که حتی سال در باست به تشبیر وقت که عقلت دنامینه. اما شخص کی که تهروی بدینه بشب و برود پی بدینه دقلبی خبر دی و ابی انسان هانیجی يعني جانا تشتري نباشه پیدا ببن که مانی وی هبن دقلبی هوایت سر صبر بکی معنویت انسان کی پر تمامی. مثلا انسان جانا هنا كي ام مثلا بجنه خراب زاروك خرا خبرنا مثلا كي دو سه او مثلا هفته كي دهر وتكرار دم عاجز بن جارك هادي د پارداخ زانچ نه گلاس د پارداخ ما دا جهنامینه جه صبرنامینه. اجا انسان بنزيكترين كسه كو ببال واي كو اوج جنا انسان يا زاروك وينه دگلوان بصبر بي دلت فربه تجامريخ دوام بكي بي وقت امتكارن بكردي بجن عفر مشترى تظلامك تمامي. اما اگر دگل انسان خوی نزیک تارو واندنی صبر و تحملات تنبه وی وقت بزن و نایگوتن پر جامعه کی تمامی لو را اتصال جاره کی دینی تجبیر وکړي. اما او کسی تاروی بدینی لسر اخلاقی وی کم تصبر تحمل بکی وی وقت جامعه کی تمامی. اما انا بحسوي اخلاق پیغمبر بکن عليه الصلاه والسلام. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان نتكلم الاسلام ينظر الى الزواج، نحن نكمل بعضنا بعضا، الزوج والزوج. يعني باللغة العربية حينما نقول الزوج هذا هو معناه.
لا نفرق زوج وزوجة، ولكن بعد ذلك أصبح هناك زوجته وزوجه هكذا يقال، ولكن باللغة العربية الصحيح نقول مثلا عائشة زوج النبي، خلاص، لأنها جزء من النبي، كأن هكذا نقول. أو الرجل يقول زوجي قال وهي تقول زوجي قال. الرجل للمرأة والمرأة للزوج، هم أزواج يكمل بعضهم بعضا. الله عز وجل حينما يتكلم عن الزواج: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، خلاص من آياتي، ويقول لتسكنوا إليها. الرجل يسكن إلى زوجته والمرأة تسكن إلى زوجها. فالإسلام حينما ينظر إلى الزواج هذا معناه: الرجل يذهب إلى زوجته يرتاح. تعلمون ما هو المظلة؟ بارابلي. حينما يأتي المطر تفتح وتجعل نفسك تحتها، تستر، تحفظ نفسك من المطر. على الزوج وزوجته أن يكون كل واحد منهما مثل المظلة لزوجه للثاني. فالإسلام ينظر إلى الزواج بهذا الشكل، وسنرى هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا لأزواجه أم لا. زواج الإسلام إذا قالوا جماعته بكرمانجي أخو كلمة كي هيد بجد جوتا كي بيلاف جوت ونزانا أبيكو كردي زانا جوت معناوي دونه يعني جوتا كي بيلاف. إجا خديت قرآن داد بجم وجوت شكرية ميرو جن سيستم خديت جبون زواج دبجا دبي ميرو جن هف تمام دكن تدي ام بجن بيلافا تا بيلاف يعني قوندرة آيا قابي أو بيلافا هاني ام بجن جوتا كي بيلاف جوت فرق راست و چپ امناقن هر دو بهفرة تمام دبن يعني نا راست قيمته يبتنيه نا چپ قيمته هر دو گيجن هف دبت تمام تو وقتت كاري بمشي. İslam dibêje mêrûjin avî şeklê hev tamam dikin. Mêrûjin perçekî ji hevin. Di ayetekî de Xwedê dibêje min ji we ji wara hevjîn çêkir. Yani hevala we ji we çêkir, hevalê we ji we çêkir. Ji bonê win bikevin bin sîwan. Sîwana hûzanî çê şemsiye ha. Bi Kurdî sîwane siyê çê dike. Demek baran tê em şemsiya xwe sîwana xwetin dikevin bin ji bonê baran li me neke. Normalde mêrûjin di İslamê de evin her keskî hevalê xwe vedişêre sitrîne di parêze ji her bela û musîbetî îja me ana temaşekin Pêxemberê me aleyhissalatu vesselam bira şexsekî wiha bû anna ji jina xwe ra wekine sîwanê bû jina wî xwe pê hat parastinê anna em ê behsa wî bikin inşallah. طبعا أيها الإخوة حينما قلنا الزواج هو نسكن إلى الزوجة والزوجة أو هي تسكن إلى الزوج. طيب والأحكام الإسلامية كثيرة يوصينا ببعضنا تعاونوا ارحموا بعضكم. الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يوصينا خيركم خيركم لأهل هذا. هل الرسول كان هكذا عليه الصلاة والسلام؟ ما قلناه من الأخلاق الجيدة قبل أسابيع هل كان الرسول يطبق ذلك في نفسه مع زوجته؟ سنرى. حينما يقول خيركم خيركم لأهله هل كان خيرهم لأهله أم لا؟ سنرى هل كان أم لا. يقيننا بأنه أفضل الناس لأهله، ولكن عمليا سنرى تطبيق هذا الحديث الذي الرسول صلى الله عليه وسلم تلفظ به خيركم خيركم لأهله ويقول أنا خيركم لأهلي. براد عزيز تشتك معنا أم بحث كن عائلة أبا زواج أبا ميروجن في شكل بيخنبر مجي أما أنا تماشا بكن في أخلاقي خويا هانيدا كو حديثة كوي هي فرماند كوها دبي پاکترین انسان، قنجترین انسان، رندترین انسان اوی کش مالبات آخره باشه. یعنی هنگی انسان مهنه لدربا اواب صبر بکنن محترمن افندینه تیل مال دبن جناور جناور زانه چنه وحشینه يعني. حتى جارنا جن ياجي زاروك ملت جوانات بي بابته انسان كي وهابو او بي جن ظلامته يكي وهايه اف جنك شوق تبي الله تبي انا ظلامه من هوايه او ظلامي يكون بيجن محترمه والله المال ما تي احترامه ينديت يا المال وكا غرقه يعني هم صبرتنا اجام تماشكنا بتشتك بيغمبر قوتيه وحديثه قويه قال لك جوان هي دبي قنجه و رنده و ابي كجبون مالبات اخو رندن قنجن واجي جبون مالبات اخو قنجم واجوا تفكج مالبات اخو باشم رندم اليكاريه مالبات اخوكم امي انا تماشا بكن پیغمبر ما براستی وی شکلی بو جبون جناخو آن وی شکلی نبو اما انا بیا سر خبردن ان شاء الله. طبعا هناك شيء ايها الاخوه صفحات في حياه الزوجيه. احيانا الزوجه تشعر بانها قد اهينت
ظلمت تعدى عليها أحد، قد يكون من الأقارب قد يكون من الأجانب، ولكن حينما تشعر بهذا الشيء وترى بأن زوجها يواسيها ويقف بجنبها ويعينها ويخفف عنها، حينئذ تشعر بأنها في الأمان. شيء مهم. ولكن إذا هي شعرت بأنها ليست في الأمان لا تحترم الزوج، يقول خلاص حينما أحتاج ولا أراك بجنبي لا أعتمد عليك. ولكن إذا رأت بأن الزوج بجنبها يخفف عنها يساعدها فهي تزداد محبة واحتراما لهذا الزوج. سنرى أمر حصل مع أحد الأزواج صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. مر السيدة حفصة كذلك أم المؤمنين تتعدى عليها بالكلام وتقول لها يمت اليهودية، هكذا أزواج غير بينهم. فيأتي النبي إلى بيتها بيت صفية وترى بأنها تبكي لأنها كانت من اليهود، دخلت في الإسلام وأصبحت أم المؤمنين. فالنبي يقول ما بك لماذا تبكين؟ فهي تقول حفصة قالت هكذا يا بنت اليهودية وأنا خير منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يواسيها ويقول لها كان المفروض أن تقولي لها أنت بنت اليهودية، نعم أنت عفوا أنت بنت نبي من ذرية سيدنا هارون عليه السلام، وإن عمك يهود عفوا وعمك كذلك نبي سيدنا موسى، وإنك تحت نبي، يعني الأب نبي ذرية سيدنا هارون، والعم نبي سيدنا موسى عليه السلام، والزوج نبي. كان المفروض أن تفتخر عليها ليس أن تبكي. كيف خفف عنها وعانها وأعطاها الجواب، فهي بعد ذلك استراحت وخلاص اطمأنت. تصوروا هي تشعر بأنها قد أهينت، ولكن يأتي زوج ويخفف عنها ويدافع عنها حتى يلقنها الجواب كيف سترد على التي تعدت عليها. هذا من حسن المعاملة. رسول صلى الله عليه وسلم أشعر زوجته بأنه معها وأنه يدافع عنها ويحافظ على كرامتها. تشتكي قالوا جماعته جن جارنا تماشد كن جن بندست به خبردان جراته قوتن إهاناوي تكرن جن ظلام اكيل، ولكن جن دماغ تماشك ظلامي وي ويتباريزه، ظلام لخودي درته، ظلام آلیکاریا ویدکه، ظلام دست خود سری ویدده. اف وقتهانه اف جنانه کیف خوش دبه دلگش دبه الحمدلله والله ظلام من وای متپارزه لمن خودی درته. چقدر تشتکی مهمه. دما کو ظلام جنا خو نپارزه لی خودی در نکبه جن جاره بشلا بجن برای جنه باوش جنه حتی عائله ظلام دما کو زمان خل جنا انسان دريش که او ظلام جنا خو نپارزه او جن دبه جا والله قیمت تدانینه از محتاجم تا آریکاریم نکته نپارست. مثال کی چید به اون زان جنه پیغمبر شان حبونه و حشنای حب جنه وی هبون. جنا یک ناوی صفیه، صفیه جمالباتا که یهودیه. حفصه قیزه حضرت عمره. روجه کی حفصه جنن یا جن هردم شب عاجسن. حفصه رو کی جرات به قیزه یهودیه او حقارت لدکه کچا یهودیه. پیغمبر ته تماشات که صفیه دگری. جناویه دگری به چما دگری؟ اولاد به قتن بجا ایرو صفیه و زمان خلما درش کر عفوا حفصه جمرا گو کچا یهودیه. دلی من ما یعنی وقت بجا از قیمتم تبی قیمتی قیمتا من هی آتتنه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به نه ایجاب نکرد دلی خبیلی تدها مقامت دها بلندتره چوا من جنک دگری دلی ما یکید حقارت لیکر جنک قادی جنا پیغمبر اوجی پیغمبر به جوانا بجا از قیزا پیغمبر کیبه قیزا حضرت هارون ذریتویه و ما میجی پیغمبر حضرت موسی موسی و هارون بره هفون ما میجی پیغمبره و اجنا پیغمبره کی میجی یعنی ایتا نه بابتا پیغمبره نه مامتا پیغمبره من بابه میجی پیغمبره مامه میجی پیغمبره ولا ظلام منو تایکه او هر دو او ظلامه که اوجی پیغمبره دفرتا پیغمبر آریکاریا وید که باری سفکت که کفایتنه بقد محزون نبات قد دلی خو نیله یعنی جیتا جوی بلندتره مقامتا جوی بلندتره چقدر تشتکی خوشه که جنه کی تماشا که وای ظلام وید پارزه مثلا قال لك مالبات ما تلا بروبلم چه دبن سبب پروبلمه یک ظلمه لجنت که ظلام نای جنا خنا پارزه جاره خسی مزانه چه خسو دایکا مروا یاش دایکا جنا مروا خسیه تا دایکا جنا تا خسیه جنا تا دایکا تا
جار هي خسو ظلم بوكات كجناتك تناچ جنا خنا باريز جار خوش كتا ظلم لتك خوش كن توها كري بري من وهابو بري من وهابو او بلاي من وهابو ابجنا فقيد ساكنه لدمك ظلام ورا جوانا بيجا جنا من امانته منه از قبول ناكم زمانه خدرش كن از قبول ناكم اهانه جنا ممكن بي وقت جنا و پشت راست دبد مال دا ظلامه كيل مخدي درت كبه اب تشتكي وهي پیغمبر ما عليه الصلاه والسلام بفي شكل تصرفاته بجنه خرا در باست كر. امر اخر كذلك من حسن المعامله واحفظوا هذا ان يكون الرجل معينا لزوجته في المنزل اعنها قد تتعب قد تحتاج المساعده قد تنسى شيئا فمد يد العون إليها فإذا أنت مديت يد العون إليها اعلم بأنك قد ملكت قلبها. ولكن كثير من الرجال في الخارج يخدمون كل الناس ولكن حينما يأتي المنزل كأنه سلطان عبد الحميد كما نقول سلطان الدولة التركية هكذا يجلس. يا أخي أنت سلطان في الخارج واخدم زوجتك في المنزل أعنها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أزواجه يقولن كان يعيننا في المنزل أحيانا إذا يحتاج الثوب لا يخيط الثوب ينظف المنزل يعين أهله في المنزل. فهذا كذلك من حسن أو من كمال أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان معينا لزوجته في المنزل. الرسول كان يعين أهله في المنزل. تيسا أخلاق كيدن قالوا جماعته وأو أخلاق شيء بري مالباتا بويخراد من بروبلما أرمزن أوه ظلام دمال دا آليكاريا جنا خون ناكه ظلام تي مالي قرقا خوها قالن تكذبي عيبنا بو من از آليكاريا تبكم مو عيبه يعني بو بشكبوني انا بجم ولكن ام دربا كار دكن كار مجانا كالي ام توالت ملت باكت نورماله لو كار معاشه ام زباله رات كن ام حيوان سري ام گوشت فروشن ام دكانه تشتاد كن ام جلال خلقيت كن ام اغراض ملت ددن سر مليخو كرديد بجن حمال چون طابقه حفت و حشتم کار ملت کن تف کاره بیا نکشبونی عیب نبیا ولكن تهاتي مالا خود بو علی کاریش ناخناکی مدام آوی گلاسش برارا کدی نفرد دنیا خراد بقی بلکی جنک نکاره لحیفه کی دوشکه کی راکه کرسی کی راکه تشتکی بکه ابیا دمک مرب علی کاریش ناخد مال دا کر جناته یک جار احترامات دگرد بی والله ماشاءالله چقدر انسان کی محترمه الدربا کار کته علی کاریا مجد که ایجا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وهابو دهات ماله دیگه بنی کاله پیغمبر گله کاره کی گران بو بشب گره عبادت بکه برو گره کار مسلمان اداره بکه سوال جواب لمیجا عبادت حرب صلح هر تشتیم اوت که خوت نجره خونینه یعنی ها دیگه لیو ها وقت مال خو علی کاریا جنا خود که دست خدا به جوان مال پاک که جلی کن بن جلی خود درو بی وقتی چه پیوز کریه ادياج علامات اخلاقك كي مازن اما تماشات كي هنكي ظلامه متين مال او دموك سلطان ما عيبننا از اوي راكب عيبا چه قال لك ظلامه ما هنا جني خو عاجز من يا جلاي خو عاجز من تشاول مال خدمتك يا پیغمبر خدمتك اش پیغمبر چتر ننم اش پیغمبر ماستر ننم عليه الصلاه والسلام پیغمبر كد مال دا خدمته مال اخربه زاروك خو خبات اوي پاکرنه از كيما از بيجم از ناكم تماشاكن مع الاسف دفرت اجي او اخلاقي عن الجماني اما پیغمبر علی کاری مالباتا خود که راد کرد دادانی خدمت دوانت کرد ابياجي قال لك اخلاقك كي مازنه خوازي الجمه هبونا. امر اخر شئنا ام ابينا المرأة مرأة وزوجة زوجة يخرج منها احيانا تصرفات قد تغضب قد تزعج قد يرفع ضغط كما نقول اللغة العربية الضغط يرتفع يعني ولكن كيف تتصرف تعامل. مسألة حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت أحد الأزواج تأتي أو ترسل زوجة أخرى طعاما إلى النبي وهو في بيت امرأة أخرى فصاحب المنزل معظم العلماء يقول بأنها كانت سيدة عائشة رضي الله عنها تغضب وترفع الطبق وتضربها على الأرض. للمرأة إهانة كبيرة إذا هي تستضيف زوجها ولا تقدم له طعام وزوجة أخرى تقدم لها عفوا له في بيتها كأنها تقول للمرأة التي الزوج بعندها أو عندها أنت ميتة لا تستطيع أن تعملين شيء. فهذه المرأة ترفع الطبق وتضرب على الأرض
فالنبي يقول كلمة واحدة: غارت أمكم، فقط هذه الكلمة غارت أمكم. وبعد ذلك يقول الخادم الذي أتى بالطبق يقول: انتظروا هنا. ويقول للمرأة الذي كسر الطبق يقول: أعطينا طبق نعطيها، أنت كسرت خلاص. ليس أكثر من هذا، ليس أكثر. هي تبدل أو النبي يبدل الطبق يقول: تفضل هذا، أنت كسرت واحدة وهذا نعطيها. ويقول: غارت أمكم، الغيرة الطبيعية يحصل من النساء، ولا يزيد على هذا. طيب لو كنا نحن، كيف ترمين بالطعام على الأرض، وكيف تتركوني جائعا، وهكذا، ربما نكسر رأسها كمان. ولكن الرسول معاملة لطيفة جدا، أسلوب جميل، يحاول أن يعلمها بأنها أخطأت وانتهى الأمر، لا يطيل عليها في الكلام. فعلينا أن نتصرف هكذا إذا أخطأت المرأة في أمر من الأمور، أن نخفف عليها في إصلاحها أو في تعليمها أو في توجيهها، ولكن لا نشدد عليها. تشتكي دني قالوا جماعتي تصاد عقلي خدها بقرن جن وظلام فرقة وانجاب هي جن جارنا خصوصا قابك ظلامك دحب سيحب جن يهبن دنافرة واضح حرب، هي حربك عجيبة يعني. أود ببرا ظلام جمرابة، أود ببرا أف ظلامي هاني جمرابة. پیغمبر ما اخلاقی و چاو بو اگر که جنه کاوی کیمانی کی بکرا، جنه کیمانی کی بکرا اخلاق پیغمبر چاو بو. رو کی پیغمبر المالا جنه کاخویه هنکی کتابت بجن حضرت عایشه، هنکی وهاد بجن و هنکی بجن جنه کادی. جنه کادنه که جنه کا پیغمبر، جو پیغمبر را طبقه کی خوارند شینه دبی هر بدا پیغمبر مالا عایشه مثال اویا دبا عایشه دریبت که وای جنادن بکردی هیوی زانه چنه هیوی هاوي تحب ظلامك تسيحب جنب واجنه هاوي هبل هاوي وعايشة تماشات كه هاوي هاوي خارنه شانديه عاد اسبه طبقه بلند كل حرده تخه دشكينه داوجه واني اسقي مردمه ما پیغمبر مالا من ظلام مناتيه مالا بو خارنه جراتشين عاجز تبه پیغمبر بجا ولا دايكه وعاجز بو هو دايكه وعاجز بو تشكي زيدنا بجا جرات بده كحبك طبقه دي بنتاوان شكانت طبقه کادی تینه بهاشتر هر ها درج ناکه خبردان که خراب جرا نابجه عایشه حاشت احمقی تو کوری چحبه تنادی نه خوارم بو مناتی از برسی بو ما تنه نورمال خلاص نورمال يعني بشتي كشكيات تشبكي نصيحات للكذب ولا دايكا وعاجز بو هاو دلي فرا صبر وتحمل خد جوارازي قال لك جرامتين مال جني خوارني حاضر نكر هو وبدني خراتك تكوري دست تشكيه تحبه تنادينا تمري تبو خارني نادي من حتى يبار الدرب كار كريه اسبرسيبو ما مبراني وجارك كبير باكريه مشكله ان الدنيا خرا نبيه خوارن هاتيه بوتا خوارنا تكتيه خواره پیغمبر عاجز بو تشتك پیغمبر كر گو دايكا وعاجز بو غارت غيرته فكر گو طبقه كي بدوان طبقه وانش كان دي هو اخلاقك نرم اخلاقك خوش اي مع الاسف تشتوها قرات حياته مدى هبن دلي مفرابه مالكاريه جن خوب كان امر اخر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدافع عن ازواجه ولو امام ابائهن. مره من المرات يدخل ابو بكر على النبي وعائشه تعلمون بنت ابا بكر زوج النبي، ترى أبو بكر يرى بأنها ترفع صوته على النبي في نقاش بينهم، أبو بكر يقول ترفعي صوتك على النبي ويحاول أن يضربها، فالنبي يحتجزها كذا يجعلها خلفه ويحميها من أبا بكر. فبعدما يخرج أبا بكر فجعل النبي يحتجزه، فحينما يخرج فالنبي يقول كيف رأيتني أنقذتك من الرجل، شوف أنا خلصتك منها وإلا كان يضربك يعني. يمزح معها كيف خلصتك من الرجل؟ دافع عن زوجته أمام أبيها. هكذا على الإنسان أن يحمي زوجته ولو من أبيها، ليس من أبيه من أبيها. وبعد ذلك أبا بكر يأتي بكم يوم يرى بأنه النبي والعائشة جالسان يضحكان، يقول والله دخلت في حربكم فعليكم أن تجعلاني في صلحكما، أنا دخلت الحرب وحاولت أن أضربها فأحب أن أفرح بينكم، فالنبي يقول قد فعلنا دخلناك في صلحنا كذلك. حسن المعاملة، يدافع عن زوجته أمام أبيها وأمام أمها. علينا أن نتحلى بهذا الأخلاق. تشتكي دني كو پیغمبر جنا خود پاراست
حتىش خزوري خوشي خزوري باوي وياها روكي ابو بكر خزوري پیغمبره باوي عائشه خدا جوان راضي به تي مالا پیغمبر تماشات که عائشه قیرقیرت که دنگی خبلن کریه جن بو نورمال بون پیغمبر پر دنگی خبلن ناکه ابو بكر عاجز بعد بيت دنگي خبل انت كل پیغمبر دخوازه حبك ليخك يعني او دخوازه حبك العائشه عائشه خداوي بش پیغمبر خدا پیشاوی نالك ليخك و نايله والحاصل ابو بكر عاجز بدرتت شدر واد عاجز به پیغمبر دكانه دبيت اديم چوا تپاراستا من اكرا يلتخستا من اكرا يا ابو بكر حبك بتوادانيا حسابك ود کنه بار حاصل شرع وانت قده سه چارو درباست به ابوبکر تد نروات کنن ود به اسکت منوا شرع و گرز بك منوا صلح وجي شبي ادبي ولا بك منوا صلح لا فات مشكله ما ما يعني اخلاقك خوش ابيات تصرف پیغمبر بو عليه الصلاه والسلام كذلك ايها الاخوه ليس من العيب ان يستشير الرجل زوجته النبي كان يستشير ازواجه وهناك امر مشهور في صلح الحديبية حينما استشار زوجته أم سلمة فعلينا أن نستشير في التشاور دائما يكون الأخلاق أو القرار المصيب أكثر ليس من العيب أن يشاور الرجل زوجته تيساجي قد بير مانكن استشارة بجنة خو قال معرف بك بيخمبر استشارات كر حرب حديبية أو صلح حديبية مشكلة كمازن دركت والحاصل داوي پیغمبر دگل جنا خوشی خبر چبکم چنکم فکرات چیه جناوی فکرک خوش پیغمبر گویا رسول خدا تو وهاب کی ده چتره يعني استشاره عيبننا شيور باشا استشاره قرد قال جني خوشي معرف بك امر اخر ايها الاخوه لا تنسوا الوفاء احيانا الرجل او يعني نعيش سنوات طويله يكون بيننا ايام جميله وايام غير الجميله فعلى الزوج دائما او على الطرفين وخصوصا الحاكم هو الزوج ان يتذكر دائما الايام الجميله لا تنسوا الفضل بينكم كما يقول الله عز وجل لا تنسوا هذا ايام الجميله دائما فليبقى في عقلكم كثير من الرجال معظم ربما كثير منكم اتوا الى هنا وبعد ذلك المراه لحقت بزوجها بعد سنوات ربما مسكينه بقت في البلد لوحدها فهي بعدما اتت الى هنا ربما تخطئ احيانا لا تنسوا بأنها قد صبرت من أجلكم سنوات كثيرة وحافظت على أولادكم فليكن هذا أخلاقنا النبي كان هكذا يذكر دائما أو يذكر دائما حسن المعاملة الذي كان بينه وبين أزواجه ولذلك نرى بأنه يذكر دائما سيدة خديجة كانت وكانت 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 دائما يذكر محاسنها وفضلها وإحسانها إليه وإلى الناس هذا علينا أن نذكر دائما الأيام الجميلة التي مرت بيننا وأن نتغافل على الأيام التي ليست جميلة دائما نركز على الأيام الجميلة وهذا يزداد محبة بيننا تشتكي دي قالوا جماعتي زواج داك أخلاق پیغمبر هردم روی خوش ببیر خود آنی روی خراب ندانیش بیر وانه که حیاتا میرو جنادا روی خوشی هنه و روی نخوشی هنه بعربی بيجن شهر العسل وشهر البصل عسل معناه هنقفة بصل معناه بيفازة يعني جانا هنقفة وجانا جي بيفازة إنسان قرأ هنقف نكا قربانا بيفازة بكا قربانا هنقف يعني روجا كي نخوش بجي حيلا روي ما يخوش قلق بون روي بهبرا خوش بون دكانيان ولكن إي روي خرابية إن شاء الله يبيا در باسبه تشتكي جبير معناكش بتبارا بيجم ولا تفراتب جار هي ام تزوجن لجنا ما حتى وقت الجامعة خصوصا أبي الغربات بالصلاة جن تحملتك لولاته خدمة زاروكتك تجاري كان قرش فرجرات شيني بتاني يا ظلامتنا افجنا انا بشتك هات فرا بلكي روكي غلطي كي كير شاشتي كي كير تشتكي كير عاجز نبز الطلاق بدم عيبه افجنا انا قال لك صبر وتحمل كدما كل ولات بو بتاني بو الغربات بو فقير بو تشكي تنبو ظلام قابا جن قابا ظلامي تنبا بارو باسك افن باسك مزان جناح تشكانديه يعني جبير وانكن افجنا انا وهاي تحملات تكريه ايرو كيماني كي كرباجي في كيماني ندينه بيجت قال لك تشتي باشكر وإنك تشكيدي سجوارا بيجم جار هي أم جنكي جولاتكي غريبتينن بصالة بهبرة دوامت كنت بشتي روجكي ولاجة تبردم خيرة لتم عاجز كريه تعاجز بك يجي عيب الطلاق بدي أفجنا أنا نباف هي النبرا هي النمالباتة كسكينينه
جوردا خدا و جوردا کس کی تنه یعنی حیبن نه 20 سال 30 سال بتر عمرك درباز کریه ایرو کی مانی کی کریه غلطی کی کریه نخوش کتیه تشتکیاتی سروی تا یک آجه خوشکتر دیتیه عیبه توانا تفش بیر واو که 20 سال 30 سال 40 سال خدمت از زحمت دادید او تداوی تباب زباله بیا عیبه یعنی گلک میره مهنه جامر هنه دفر داوی کیمانی هنه تکن ظلمه کی مازن تکن و برا بزن بنجی خود ظلمه قبول ناکه جنکی تهیشتیه حساب کلو ام بجمع چوش آلمانیا جنکی یعنی دیو باف تبلوی نهات فرا پشت چند سال است نخوازم یا شوش کردستان یعنی عربستانش ترکستانش جنکی یعنی چند سال خلاص بو است نخوازم بافتنه براتنه کسکیتنه است هر از جشقا جنکا دیتینه افجن چم که فقیره هانه یعنی جنه وکا ظلامایه ظلام سنگی و مازن گره برحم و تحمل بن چعبی خو بگرن که کیمانیا ندینن ده آيات كي حديثك يعني مخيلنا سرفية مسألة آية وحديث حول هذا الأمر الله عز وجل حينما يتكلم عن الطلاق وعن الصلح وأن تعفوا أقرب للتقوى يقول العفو دائما أفضل ولا تنسوا الفضل بينكم هذا ما ذكرنا الأيام الجميل يعني قد كان بينكم أيام الجميل لا تنسوا هذا اغمضوا عينيكم عن الأيام الغير الجميلة وتذكروا دائما الأيام الحلوة والرسول يقول هكذا صلى الله عليه وسلم لا يفرك أي لا يغضب معناه مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر هناك تصرفات من الزوجة أنت لا تحب ولكن هناك تصرفات جميلة دائما حاول أن ترى الأخلاق الجميلة هكذا ينصحنا الرسول لا يوجد امرأة 100% صفر ولا يوجد واحد 100% كويس يعني جيد إيجابيات وسلبيات فحاول أن تركز على الإيجابيات وتتغافل عن السلبيات پیغمبر ما گوتی علیه الصلاة والسلام برا تم میرکی جنکی عاجز نبه جبیر بانکم میرکی برا جنکی عاجز نبه تج اخلاق کیوی عاجز ببی بزن به اخلاق کی باشی هی اخلاق کیوی باشی هی ام جانا مثال سر خوارنه ددنو بلکی جن نزانه فاصولیات شکه مثال بلکی برسی بونه جوارا بیجم لی محقق جن زانه خوشک بامیه درست که بامیه عفرم بلکه نزانه برنج سپیچه که لی برنج زر ماشاءالله بریانی خوش شد که یعنی ده برنج سپیب که قربان بریانی سور فاصولی سپیب که قربان بامیه مثال اویات که قربان اوی یعنی اوی تشتی هانه قط بیروانه کن تشتی جوان هر دم رد عقله و دابه خدا عز وجل جیانه کپاک بکن نصیبه ما مالبات اخلاقي كباش بكنسيبه ما ان شاء الله نرجو الله عز وجل ان يرزقنا حسن المعامله في المنازل وخصوصا مع الازواج وان يجعل بيننا محبه دائمه ان شاء الله وان ننسى الايام القبيحه ونذكر دائما الايام الجميله ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.